انا اخي انت الكاتب، الصفه ديالك هي الكاتب العام ديال جمعيه المستقبل ياك؟ انا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم على الاستضافه ديالكم لنا. انا الكاتب العام، بصفتي الكاتب العام ديال جمعيه قوارب المستقبل التنميه البشريه. حنا هاد الاحتجاجيه اللي درنا اليوم جات من بعد واحد المجموعه ديال المحاولات اللي كانت وديه. اولا يعني التجأنا للمندوب ديال مندوبيه الصيد ديالنا هنا في العرائش، التجأنا للقايد ديال القطاع ديالنا، درنا مراسله لسيد العمل، ما كان حتى شي حاجه. هذا السيد هذا جا الدعم ديال المحركات، جا الناس ديال اصحاب القوارب ديال مدينه العرائش. واخا نقاطعك هنايا، ديك المجموعه ديال الاجتماعات اللي داروا في المندوبيه الصيد البحري على هذا الملف هذا عن ماذا اسفرت؟ كانوا توعد في الاول، كانوا توعد مع السيد المندوب لانه غادي يعاود يجمع ديك المحركات وغادي تعاود العمليه ديال التوزيع ديالها، لان هذا المشروع ديال المطار جا في اطار محاربه الفقر والهشاشه. يعني اللي خصها تستافد منه الفئات المهمشه فقط، يعني الناس اللي تكون مهنيه الصفه الاولى وتكون ضعيفه. وبالعكس داك الشيء ما مشاش في الاتجاه هذا، مشى في الاتجاه الاخر. يعني وقع فيهم البيع والشراء مع الرئيس ديال التعاونيه ورئيس ديال الجمعيه، ما حيت الان المشروع هذا دخلوا في جوج الناس، رئيس ديال التعاونيه ورئيس ديال جمعيه الخير باش هذا النادي حتى هو متواطئ معاه في العمليه هذه. هو كيقول كان كيبان له انه هو ما عندوش شي يد في هذا الشيء، ولكن حتى هو داير طالب معاه، هو خدا 10 ولا خدا 15 ديال المحركات وباعوا يشراو فيهم مع الناس. هادشي هاد الناس هادو الناس مهنيه ومهمشه وضعيفه وما استفدتش. حنا منين استنفذت الطرق ديالنا كامله، لا مع الاداره ولا معهم هو شخصيا، جينا التجأنا لسيد العمل لعل وعسى شفنا حل. وكان كيبان لي الامر لان حتى مع سيد العمل هنا ما لقيناش شي تجاوب من عنده ولا شي حاجه. هذا الشيء هذا راه عيب، فهمت؟ عيب لهاد المدينه. المسؤولين ديال المدينه كتسمج وكتسرق وكتنهب وما كايناش اللي كيتدخل. هذا السيد هذا جا مشروع ديال بوليستر من قبل، ديال المبادره ديال سيدنا، استفدنا منه حنايا ب 30%. هو ديك 30% ما كانش، وصلنا تقريبا 45%. زاد علينا 6500 درهم داوه. هادو بجوج ديال الناس هما نيس، جوج الشركاء اللي كانوا في المشروع ديال المطار سبق لهم كانوا في المشروع ديال بوليستر، هما نيت متواطئين في هذا المشروع. هاد الناس ما بغاوش. حنا كنطالبوا المسؤولين ديال المدينه يوقفوا معنا ويوقفوا مع الفئه المهمشه. هاد الناس هادو راه ضعاف، اذا ما سندوناش هما وما سندوناش الناس اللي عندها غيره على البلاد. وهذا هاد القطاع راه غادي يتهمش نظرا لهذا الوقت هذا، لان الصيد التقليدي ضعيف، الحوت ما بقاش، المنتوج السمكي ما بقاش برا، نقص تقريبا 71% ولا 80%. كان كديو داكشي اللي قليل، وعاد زيد بالاضافه الماتريال غلا، لا من الشباك ولا من المواطره ولا ماذا، كلشي طلع. يعني الدعم كيجينا مع سيدنا لعل وعسى نستافدوا حتى حنايا. دعمنا بالمحركات، دعمنا بالشباك، دعمنا بالبوليستر والشيء، ولكن الناس كتنهب. كيجي الدعم من الدرويش ما كيوصل له حتى شي حاجه. هما كاين معنا هنايا ناس عندهم 50 عام في المهنه، 55 عام في المهنه وما استفدوا والو. ها هما هذا المنتيكه ولا عبديدي ولا سي محمد، ولكن الناس اللي هي ضعيفه ما استفدتش، عندها 50 عام في هذا القطاع ما عمرها دات شي حاجه. من قبل كانوا كيقولوا حنا ما كناش في المرصد الساعات، كانوا كيقولوا ان كان جا الدعم ديال السلطات، حنا بس هاد الناس ما استفدوا منه والو، حتى من البيع ديالهم بشي طريقه مشبوهه. جا الدعم ديال البوليستر عاود زادوا على الناس واحد 6500 درهم، داوها لهم هما. جا الدعم ديال المحركات عطاو الناس اللي عندها، الناس اللي مدبره واللي لاباس عليها وما مهنيه ما والو. المهنيين قلال، كنظن 5 الناس ولا 6 الناس هما اللي مهنيين، وجوج الناس في ديك المجموعه ديال 25 الناس اللي استفدت، جوج الناس هي اللي تستحق تستافد. فوق ديك جوج الناس ما عندهمش حق. ديك الناس ناس بخير مدبر على راسها، هو اللي ساهم في هذا الشيء هذا. كان المشروع ديالو هو وهذاك الرئيس ديال جمعيه الخير النادي. جوج الناس حرموا هذه الفئه المهمشه كامله، هي مهمشه وزادوها مشوها. حنا كنطلب المسؤولين البلاد يوقفوا معنا ويساندونا، وشكرا.